عسلامتكم الناس الكل ونعمة يا ربي. ورمضان مبارك كريم على الأمة الإسلامية الكل. اليوم إن شاء الله باش تشوفوا معايا وصفة بنينة برشا اللي هي المخارق على طريقتي باللوز، مخارق سبيسيال باللوز، ياسر بنينة وياسر هشوشة، وتجي هكا مشحرة أما ماهيش قوية، راهي تجي هشوشة برشا وخفيفة. وإن شاء الله تجربوها وإن شاء الله تعجبكم الرسات. وراهي يعني نحضرها في نهارها. مانيش باش نخليها لا تقعد تتبسس ولا تبات ولا تخمر وحدها وكل. باش نستعملوا الخميره متاع الخبز وتجيكم حاجه ياسر بنينه. لهنا خديت 250 غرام سميد ارض، كما تشوفوا 250 غرام سميد ارطب، 50 غرام فرينه، 50 غرام فرينه الكل في الكل 300 غرام، 3 غرام ملح، 3 غرامات 50 غرام لوز مرحي، كما تشوفوا لوز بقشور وراهو باش نعجنها باللوز. لهنا خذيت 2 غرامات خميرة الحلويات، 2 غرام خميرة الحلويات، 4 غرامات خميرة الخبز، 4 غرامات خميرة الخبز، و10 غرامات سكر، يعني مغرفة كبيرة متاع سكر، 10 غرام سكر. وخذيت 250 غرام زبدة غليتها ومن بعد وزنت 100 غرام. هذه 100 غرام زبدة من غير حليب من غير حتى شيء، يعني مغلية باش تجيكم هشوشة وبنينة. وباش نحط فيها زادة قطرات لوز المر باش تعطي القوم تاع اللوز، قطرات من روح اللوز المر. حطيت توا السميد، الفارينة، الملح، 250 غرام سميد، 50 غرام فارينة، 3 غرامات ولا 4 غرامات ملح باش نخلطهم ونبسسهم بالزبدة. برشا سألوني نجم نعمل الزيت، تنجموا تعملوا زيت اما راهي ما تجيكمش بنينة وما تجيكمش هشوشة كيما الزبدة. الزبدة راهي تجيكم بنينة برشا، يعني الزبدة والا السمن تجيكم بنينة برشا، اما كان تعملوا زيت راهي ماهيش باش تجيكم بنينة. توا باش نحط 100 غرام هذه الزبدة كما قلت لكم غليتها، نحيت منها الحليب وخليتها زبدة صافية. حطيتها 100 غرام زبدة، يعني النواشف 300 غرام عملت عليهم 100 غرام زبدة. راهم بعد ما غليتها وزنت 100 غرام. ان شاء الله تكون واضحة. نبسسها ومن بعد ما نبسسها بالكدا كيما نبسو المقروض، نبسسها بالكدا هكا بالكدا، ومن بعد باش نغطيها ونخليها ترتاح سواعة من زمان، ساعة غير ربع. تنجموا تعجنوها ديريكت راهو، اما كي تخلوها ترتاح تضمنوا اللي الزبدة شربت فك السميد والفارينة. ولهنا من بعد سواعة من زمان نحيتها باش نعجنها كما تشوفوا كيفاش يعني هكا يبست وكل. توا نحلها بالكدا ومن بعد نزيد اللوز ونزيد المكونات الاخرى اللي هي الخميره وخميره الحلويات والسكر ونعجنها. لهنا حطيت قطرات من روح اللوز المر قد ما تحبوا نتوما. انا ما عملتش برشا على خاطر راهو مر برشا، جوست على الجو اكاهو عملتها كي ممكن 4-3 قطرات مش اكثر. وتوا حطيت خميرة الحلويات 2 غرامات، خميرة الخبز 4 غرامات، 10 غرامات السكر. مهم برشا زيادة باش تحطوا السكر باش الخميرة تتفاعل. نخلطهم ونحط اللوز ونعجن. بالنسبة للعجينة ما تعملوش كيفية انا راني حطيت الماء يدي زرفت، يعني صبيت الماء يدي زرفت فيه. صبوا الماء بشوية بشوية ولموا. وتوا باش نصب الماء كما قلت لكم صبوا الماء بالطرف، ما تعملوش كيفي راني انا صبيت بالزايد. صبوا الماء بالطرف. لهنا انا صبيت الماء بالزايد ومن بعديك زدت هكايا شويه متاع فارينه، ممكن مغرفه كبيره متاع فارينه باش لميتها. هي راهي تتلم اما يلزمها تبدا ملمومه. انا ديجا من بعد باش نزيدها راني الماء، يعني باش نرخفها بالماء، اما يلزم تبدا ملمومه ونحطها على البلان دو طرافاي ونبدا نعجن فيها. وقت اللي انا نعجن كل مره نزيدها شويه ماء هي تشرب وانا نزيدها حتى لين تتعجن مليح مليح، تتعجن حتى لين تولي تترشق ويلزمها تولي العجينة تتجبد. كما تشوفوا كل مرة نحط هكا تشيشة متاع ماء ونعجنها مليح مليح كما قلت لكم لين ولات تترشق ولا تاكل العجينة سوبل وتتجبد معايا بالكدا، يعني العجينة يلزمها تكون ما تتقطعش.
كيما شفتوا هكا نحط كل مرة شوية ماء نعجنها ونخليها يعني نخليها تشرب بالعجنان، تشرب هاك الماء هذاك. عجنتها مليح كيما قلت لكم حتى لين ولات تترشق ولات العجينة تتجبد معايا. بالنسبة للمخارق راهي يلزمها تتعجن مليح، ويلزم العجينة متاعها تكون مرخوفة وتتجبد، راهي ما تجيش العجينة متاعها يابسة. كان تعملوا العجينة يابسة باش تجيكم ماهيش ناجحة وماهيش هشوشة. شوفوا كيفاش تتجبد بالكدا. راني عجنتها ممكن 15 دقيقة وانا نعجن فيها. بالنسبة للعجنان تنجموا تعجنوها في العجانة، اما انا نعجن بداية باش نوري للناس اللي ما عندهمش عجانة كيفاش تتعجن، خاطر برشا يسألوني كي نعجن بالعجانة يقولوا لي كيفاش نعجنوها بيدينا. سهل برشا كيفاش تعجنوها. لهنا رجعتها للشقالة وباش نخليها تخمر، انا خليتها خمرت ممكن 3 سوايع. تخلوها تخمر على راحتها لين تشوفوها تضاعف الحجم متاعها كيما هكا. ما تزربوهاش باش تنجح لكم، ما تزربوهاش، يلزمها تاخذ راحتها في الخمران. كيما شفتوا لهنا كسرت لها الخمران متاعها، نعمل لها هكا يعني بعد ما خمرت نزيد نعجنها. وانا راني باش نعملهم هكايا كلهم سوابع هكايا، مانيش باش نعمل يعني الموديل القديم. سبق وهبط المخارق راهو سبق وهبط المخارق يعني اللي تقعد تخمر وحدها بثلاثة ايام، وسبق وهبط المخارق زادة اللي تتعجن يعني وحدها ما غير لوز. اليوم قلت خلينا نشارك معاكم المخارق اللي باللوز. لهنا حضرت الشحور تنخليكم الرابط متاعه في صندوق الوصف. والا تنجموا طيبوا 2 كيسين سكر عليهم كاس ماء، وتخليهم يطيبوا معاهم 10 قارص، خليهم يطيبوا مدة 15 دقيقة. شحور يكون ثقيل شوية راهم تاع المخارق. لهنا شوفوا الغاز هاكا ماهوش قوي برشا، باش نقليها على نار هادية. مهم برشا ما تقلوهاش على نار قوية، سينو تجيكم نية من داخل وباش تتحرق لكم من برا. تتقليه المخارق على نار هادية، بالحق يلزم على نار هادية. لهنا كيما شفتوا باش نعملها سوابع يلزم الزيت يسخن مليح مليح باش كي تحطوا المخارق تطلع الفوق، باش تعرفوا المخارق متاعكم اللي هي ناجحة، اللي كي تحطوها في الزيت كيما اليويو يعني تطلع الفوق. وقت اللي تطلع الفوق نبدا نقلب فيها وتتقلي على نار هادية وتقلبوها برشا مرات باش المخارق زادة تجيكم تتقرمش وهشوشة في نفس الوقت. راهو يلزمها بال واسع في القليان، تقلوها برشا مرات يعني تقلبوها تقعدوا تقلبوا فيها حتى لين تحمار. انا من بعد ما نقليها باش نحطها في الشحور ديريكت وباش نرش عليها من بعد اللوز، خاطرها المخارق هذه سبيسيال اللي باللوز نرشوا عليها شويه لوز باش تجي يعني تتقرمش اكثر. كما تشوفوا قديش من مرة راني قعدت نقلب فيها وهي تطيب على نار هادية برشا مرات، راهو قلبتها برشا مرات، ما يلزمش تخلوها تحمار من شيرة ومن بعد تقلبوا الشيرة الاخرى وصاي، لا تقعدوا تقلبوا فيها لين تاخذ وقتها وراحتها في القلية باش تجيكم هشوشة وتجيكم من داخل يعني هشوشة ومن برا تتقرمش وطايبة بالكدا. كانت تقلوها يعني على نار سخونة راهي باش تجيكم كيما البامبالوني، نار قوية توبة تحطوها طف تاخذ اللون منه ومنه ومن بعد تخرجوها تلقاها معجنة والا تلقاها كيما البامبالوني. انتوما تقلوها يلزم على نار هادية على الاخر. لهنا بعد ما خرجتها من الزيت ديريكت حطيتها في الشحور. الشحور كما قلت لكم 2 كيسين سكر عليهم كاس ماء وعليهم 10 قارص وخليتهم يطيبوا. نخليهم هكا يتشحروا مدة هكاك دقيقتين هكاك دقيقة باش ياخذ الشحور متاعو، ويلزمها يعني سخونة من الزيت. نحطها ديريكت في الشحور. لهنا حبيت نجرب معاكم كعبة مدورة وكعبة يعني التقليدية الفاصون الاخرى هذية التقليدية. المخارق اللي يبيعوا فيها، اما انا راني عملتهم سوابع. جست حبيت نوريكم 2 موديلات هذوكم. في الوقت هذايا حطيت هذوما يتقلو كما قلت لكم يلزم نقلبهم برشا مرات، يلزم على نار هاديه والزيت وميم طون يلزم يكون سخون اما على نار هاديه، سينو راني كل عملتهم سوابع. والكميه ذيك راهي تطيح ما شاء الله يعني 250 غرام سميد و50 غرام فرينه طيحت ما شاء الله كعبات بالكدا. لهنا هكا نخليهم يتشحروا الشحور يكون ملذذ ملذذ يعني مش سخون برشا، والمخارق سخونة ديريكت حطيتها في الشحور ونقعد هكا نقلب فيهم ونخليهم يشربوا هكا شوية الشحور. لهنا شوفوها كيفاش راهي شاربة وراهي جت تتقرمش، انا ما صبرتش عليها ديريكت ذقتها بنينة على الاخر هشوشة على الاخر.
نرش عليها هكا شوية لوز، نجموا ما ترشوش راهو اللوز يعني حاجة اختياري، جست شوية بركة على المنظر وكها. ونكمل نقلي العجينة الكلها كما تشوفوا، نقعد نقلب برشا مرات باش تجيكم طايبة من الداخل. لهنا شوفوها كيفاش راهي هشوشة، لهنا راهي مازالت سخونة. كما تشوفوا ديما على نار هادية. بالنسبة للمخارق وزلابية راهم يتقلوا على نار هادية باش يجوا طايبين بالقدا. ولهنا اللي نقليها نحطها في الكسكاس ونرش عليهم شوية اللوز ونخليهم يستقطروا. وهذوما المخارق متاعنا حاضرين. وصفة سهلة في ساعة تحضر هذه بالحق، يعني تحضر في نهار، ما تقعدوش لا تخلوها تخمر لا تبيت لا حتى شيء. جات بنينة برشا وهشوشة برشا. ان شاء الله تجربوها، وان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، سنين دايمة وكهو بسلامة. وكان جربتوها تنجموا تبعثولي تطبيقاتكم على انستغرام القناة كويزين أغيج. وكهو بسلامة، شاية طيبة.